بس انا بصيت في عينيه لقيته هيترمي ناحيه اليمين، قمت اللعيبه ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. من قبل 24 سنه كان في حاجه نفسي ما تحصلش، وهي ان مصر ما تجيبش جون في هولندا. مجدي عبد الغني حسسني ان لعيبه الكوره بتاخد فلوس عشان تطلع الكوره بره، مش المفروض ان هي تدخلها جوه، بس هو عشان محترم واخلاقه عاليه دخلها جوه. يا كابتن مجدي، انا اسمي حسين، عايز اقول كلمه لاستاذ مجدي. جونك جميل جميل يا كابتن مجدي. جونك في هولندا بتفرج عليه من وانا صغير، فانا اسمي حسين وجونك جميل. دول بس اللي انا اعرفهم في الدنيا، وانا بتفرج عليك على مودر حسيت انهم اتفقعوا وبقي كبر وبقيت بقول جميل جميل يا كابتن مجدي. انت واستاذ مدحت شلبي جميل جميل يا كابتن مجدي. بس كنت عايز اقولك ان لو جونك من انفراد يا كابتن مجدي كان ايه بالظبط اللي وسع فيا غير بقي، بس جونك جميل جميل يا كابتن مجدي. عارف يا كابتن مجدي، كل شويه انت زهقت من ان انا بقول جميل جميل. هو ده بالظبط يا روح امك اللي بيحصل لنا لما نسمعك على مودرن وانت بتقول ان الجون بتاعك جميل جميل يا كابتن مجدي. نص دقيقه جد، ما ينفعش تفرح قوي وما ينفعش ما تفرحش خالص. تحقيقك لاي انجاز هو في نظرك ما حصلش هو نفس الانجاز في نظر ناس كتير قوي. انجاز ملوش اي لازمه. لازم لما تعمل اي انجاز تاخد منه روح النصر، مش تطلع روح الناس وتذلهم بانجازك، لان الناس اللي هتفرح لك مره على مره هيضحكوا عليك. ولا ايه يا كابتن مجدي؟